يلعب بدون خوف وبدون قلق وبدون ضغط. نعم، أنا أتكلم عن الجوهرة الإسبانية بيدري غونزاليز. لمعرفة قصة هذا الفتى المذهل الإسباني لا تنسى دعمنا بالاشتراك. هيا بنا. ولدت هذه الجوهرة الإسبانية في تاريخ 25 نوفمبر 2002 باسم يدعى بيدرو غونزاليز لوبيز. نعم، كما سمعتم مشاهدينا الكرام، بيدرو وليس بيدري، فاسم بيدري يطلق عليه من قبل جماهير فريقه السابق لاس بالماس الذي بدأ معه مشواره الكروي الاحترافي قبل أن ينتقل بيدري إلى برشلونة بصفقة شبه مجانية، حيث بلغت قيمة الصفقة 5 مليون يورو فقط لهذه الموهبة الفذة اكتشفها المدرب الهولندي رونالد كومان، والذي أعطاه كامل الفرصة وهو بعمر 17 سنة مع فريق برشلونة الأول. ولعب بيدري في موسمه الأول مع برشلونة، حيث لعب بيدري 52 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف وتوج بكأس ملك إسبانيا. وإحصائيات بيدري الآن أنه لعب مع برشلونة أكثر من 100 مباراة، سجل خلالها 15 هدف وصنع 8 أهداف مع فريق برشلونة الأول. أما مع المنتخب الإسباني فقد لعب بيدري مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 واستطاع تتويج خلالها بالفضية ضد المنتخب البرازيلي. أما عن المنتخب الأول فلعب بيدري 18 مباراة ولم يسجل خلالها أي هدف وصنع هدف وحيد. والكل يتساءل من هو قدوة بيدري في ملاعب كرة القدم، والإجابة تكمن في الرقم 8، أي في الرسام أندريس إنيستا، فهو قدوة اللاعب بيدري في كرة القدم. والكل يتساءل لماذا اختار بيدري برشلونة ورفض ريال مدريد، فالإجابة تكمن في العائلة نفسها، أي عائلة بيدري، فالعائلة تعتبر من عشاق فريق برشلونة، ويعتبر جد بيدري أحد المؤسسين لرابطة مشجعين فريق برشلونة. فبيدري هو أحد عشاق فريق برشلونة منذ الصغر، وببساطة هذه هي جوهرة بيدري. شكرا لكم على المشاهدة.